أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. أرحب بالناقد الرياضي بجريدة المصري اليوم الأستاذ بليغ أبو عيد. مساء الأنوار. مساء الأنوار يا أهلا وسهلا. أهلا بك يا كابتن. الجزء الأول ملكك، تحب تتكلم في أي موضوع؟ والله احنا هنبدأ في الموضوع الأكثر حداثة اللي هو النهارده تم، هو موضوع المزايدة. طبعا النهارده اتحاد الكرة بيتفاخر بأنه حقق أرقام قياسية 52 مليون من بيع حقوق التجارية بعيدا عن حقوق البث التلفزيوني. نعم. زي ما احنا مش هنتكلم في الموضوعات اللي أثيرت اللي قبل كده، موضوع البث ان هو كان 152 مليون والبعض قيل انه 200 مليون، أسباب إلغاء المزايدة الأولى، أسباب إلغاء المزايدة الثانية، هل ده أضر بينا؟ كان ممكن نحقق أرقام أفضل، أرقام أقل. أنا عاوز أتكلم في جزئيتين معينتين. اتفضل. الجزئية الأولى إن هو مجلس الإدارة احنا عارفين مدته تنتهي بعد سنة وثلاث شهور. نعم. دلوقتي المزايدة تمت على 2 و3 شهور. يفترض إن هو في مجلس أي مجلس إدارة بعد انتهاء فترته يحصل على موافقة الجهة الإدارية. المفاجأة يا كابتن مدحت شلبي إن هو نادي اتحاد الكورة أرسل خطاب للمجلس القومي، الإدارة المركزية، الإدارة الرياضي، الأستاذ طارق راشد، طلب فيه الحصول على موافقتهم بالنسبة للمزايدة. رد المجلس القومي للرياضة طلب بعض الأوراق للاستيفاء، منها كراسة الشروط والحاجات دي. اتحاد الكورة لم يرسل أي خطاب آخر وتمت المزايدة. هل دلوقتي احنا عندنا هل نفترض إن هو دلوقتي الجواب راح للجهة الإدارية، رفضت الجهة الإدارية، الشركة الراعية تعمل إيه دلوقتي؟ من حقها التعويض. فأنت إزاي بتعمل مزايدة من غير ما ترجع للجهة الإدارية وتحصل قضاء؟ أعتقد إنه ده سؤال بيحتاج إلى إجابة من مسؤولين اتحاد الكورة. يعني طبعا أنا مش ملم بجزئية هل في جواب أو ما فيش، مفترض إن أنت كلامك موثق من خلال اتصالاتك. أكيد مش كده؟ يعني هو طبعا الوضع الطبيعي إن هو بيخطر مجلس القومي، الجهة الإدارية من إحنا نعمل زي أتصور إنه عمل ده، ما أعرفش أنت يعني لا هو حصل، هو تم إرسال خطاب لكن لم يحصل على موافقة إدارة الشؤون القانونية بالمجلس القومي للرياضة، وأنا كنت اتصال بيهم النهارده حتى هم يعني أبدوا اندهاشهم. يعني قال لك التساؤلات، نفترض إنه حصل عندنا إجراء قانوني وإحنا رفضنا. إزاي أنت بتحطنا؟ وهو بيخاطب الشؤون القانونية، بيخاطب المدير التنفيذي، بيخاطب المجلس القومي للرياضة، المهندس حسن صار بيتحول المدير التنفيذي، بتتحول للشؤون القانونية. الوضع الطبيعي إن بيجي له رد من المدير التنفيذي أو من الحسن لم يحدث إنه يحصل على رد. أنا حتى اتناقشت معاه مع الأستاذ عمرو وهبي، فقال طب هو مفترض انه الجهه الاداريه رفضت، فممكن احنا ممكن نعمل مزايده 1 و3 شهور. طب ازاي يعني؟ فين العامل المؤسسي وفين الاداره؟ انت ازاي بتدير وانت بتعمل خطوه مش محسوبه؟ وللاسف الشديد هو كان بيحصل في المزايدات اللي فاتت ان هو المزايده بعد ما تتعمل بتتلغي، دليل على انه افتقاد العامل المؤسسي في الجزئيه دي. انا ما بتكلمش عن الناحيه التسويقيه، نعم، انا بتكلم على النواحي الاجرائيه. طب انت تقصد ما يعملوش خالص مزايده يعني؟ لا انا بتكلم عن النواحي الاجرائيه يا كابتن مدحت. الاجرائيه، انا بتكلم عن النواحي الاجرائيه وليس التسويقيه. نعم. احنا عندنا اخطاء طبعا في المزايده يا كابتن مدحت، لو كان تم طرحها في ميعادها المزايده الاولى وعلامات استفهام حول الغائها، مش هنتكلم عن اسباب. المزايده الثانيه تمت قبل 25 يناير. لا المزايده لو حابب تتكلم لان انا عندي يعني المام كامل بيها. انا فاهم. المزايده الثانيه تم الغائها يعني قبل 25 يناير، كانت المظاريف وصلت يعني قبل الاحداث، يعني ما نقدرش نعلل انه تم الغائها بسبب ظروف في المزايده الاولى والمزايده الثانيه. هو في مزايده ثانيه تم الغيها. كانت قبل المظاريف كانت وصلت قبل 25 يناير، ما تقدرش. هل دلوقتي يا كابتن التسويق انت بتسوق لمنتخبنا؟ للاسف الشديد طبعا احنا كلنا حزننا على اللي حصل وخروجه المبكر. فطبعا انت دلوقتي ليك هتبقى يعني فرصك التسويقيه هتبقى اقل. فاحنا بنقول هي كناحيه ماليه هو في يعني انا اعتبر ان هو ال 52 مليون على التسويق النواحي التجاريه مبلغ جيد. انا بتكلم في هو مبلغ ممتاز. انا بتكلم في جزئيه لانه خلي بالك ده بدون البث الفضائي. يعني بتتكلم في 100 وشويه. لو انت حسبتها على الاربع سنين زي 100 وشويه هتبقى 94 مليون. واقل حاجه هيجيب المقابل البث التلفزيوني، اقل حاجه هيجيب 100 مليون، يبقى عدت هيجيب رقم محترم جدا. انا بس بتكلم يا كابتن في ان هو الجزئيه الاجرائيه. خلي بالك يا كابتن الجزئيه دي هتصار، ويعني طرحها كعلامه استفهام واسيبها مفتوحه من حضرتك لان يتم مناقشتها. اوكي. الجزئيه الثانيه اللي برضك انا عاوز اتكلم فيها في المزايده. نعم. في حاجه في اسمها حسن السمعه يا كابتن في التعامل مع الشركات. نعم. في الشركه اللي هي تقدمت بالعرض تحت مسمى جديد، لا اسم جديد او اسم قديم. الشركه دي كان لها سابق تعاملات مع اتحاد الكوره، مشروع الهدف لم تفي باستيفاءاتها والحاجات المطلوبه منها. كان مشاكل مع نادي الصيد، مشاكل مع نادي الشمس، مشاكل مع نادي الجزيره. فاتحاد الكوره
المفروض يا كابتن قبل ما يتم الاعلان على المزايده، انا ما بتكلمش على الاجراءات المزايده، قبل الاجراءات دي يتم في شروط للشركه اللي هتتقدم. نعم. فده برضك علامه استفهام انا بطرحها، واعتقد انه صار جدل حواليها حول اسناد المزايده لهذه الشركه بالتحديد، لانها حوالين علامات استفهام لعدم استيفائها باشياء تم تكليفها بها من قبل، وحصلت مشاكل وحصلت نزاعات بينها وبين اتحاد الكره وبعض الانديه. هو انا سالت عمرو وهبي فهو اكد لي انه اللي انت تقصده ما عندوش اي مديونيات اطلاقا لاتحاد الكره، بل هو اكد لي ان هو اتحاد الكره مدين له بمبلغ وفقا للكلام. فعشان كده برضه عشان بنتكلم في حاجات حساسه قوي فلازم نقول دي ونقول دي. التعاملات كانت مطروحه ومعروفه على الساحه كلها ان في ما لم يتم فانا انا بتكلمش ضد الشركه، انا بتكلم في يعني انا كل تركيزي على كلام اجرائي يا كابتن، يعني انا ما بتكلمش على الناحيه التسويقيه على اجرائيه بقى. الحاجات الاجرائيه انت ما تمش الاتخاذ، خاصه يا كابتن ان احنا دلوقتي ان احنا عارفين في الاجراءات هي اللي بتصير المشاكل اكتر الفتره الجايه. نفترض ان هو دلوقتي المجلس القومي رفض ان هو يوافق الاتحاد الكوره على ان هو المزايده سنتين و3 شهور، لانه مش من حقه يعمل غير سنه و3 شهور. الموقف القانوني هيكون ايه دلوقتي يا كابتن مدحت؟ الموقف القانوني ان هو هيرجع على الشركه هيحددوها بمده سنه و3 شهور اللي هي مده المجلس. نفترض ان الشركه دي لم تكن على علاقه جيده باتحاد الكوره، وهنا رجعت قاده اتحاد الكوره وطلبت حق التعويض. ده مش ليها كابتن الحق ده؟ نقعد انا وانت ساعتها نتكلم بقى في الموضوع. لكن انا باكد لك من دلوقتي من غير كل ده المزايده هايله، الرقم رائع، المجلس القومي هيوافق. انا باكد لك من النهارده قبل موضوعك ما ينزل بكره في المصري اليوم. ده سياسه امر واقع يا كابتن. قبل لا هي سياسه ايه؟ هي سياسه انه انت عملت حاجه حلوه انا اعطلها لك عشان جانب اجرائي ليه؟ مثلا هو المفروض الصح يبقى كل الجوانب الاجرائيه شغاله ده 100%، ولكن من المؤكد اذا انت عملت حاجه للمصلحه لازم اقف جنبك وداعمك. ده المبدا يعني. والله يا كابتن هو انا يعني بعتب على مسؤولين اتحاد الكوره رغم اننا تربطنا بيهم علاقه لا بصرف النظر غياب العمل المؤسسه عن اتحاد الكوره. أوكي. يعني احنا اتكلمنا كم مره عن موضوع الهيكله الاداريه، اتكلمنا وزي ما احنا شايفين يا كابتن مشاكل الانديه، يعني انا اتطرق معاك للموضوع الثاني مشاكل الانديه مع اتحاد الكوره، غياب العمل المؤسسي، مفيش نظام. اي حاجه بتحصل دلوقتي بنلجا مثلا للكابتن سمير زاهر عضو مجلس اداره، لكن مفيش يا كابتن يعني خطوات اجرائيه انت بتتعامل بيها. زي ما احنا نشوف دلوقتي اي نادي بتحصل اي مشكله كيميائيه، بتحصل اي مشكله مع نادي يقول لك دلوقتي التهديد بالانسحاب من الدوري، الانضمام الى جبهه الانديه المعارضه، دي ظاهره غير طيبه، الانسحاب من اللجنه السباعيه. طبعا انا بالانسحاب ده مش حلو خالص طبعا يا كابتن طبعا. وانا شايفه انه شماعه لتعليق الفشل طبعا عليه طبعا. واتكلم تحديدا عن نادي الزمالك واتكلم تحديدا عن نادي الاسماعيلي. في اخطاء تحكيميه ما حدش يختلف عليه. للاسف الشديد يعني نقول التحكيم المصري بيعاني من وعكه. نعم بيعاني من وعكه، وشيء الخلاف عليه ان انا كابتن مش عاوز عباره التحكيم لسه بخير والتحكيم المصري بخير. العباره اللي احنا دايما بنستخدمها انا دي يعني بطالب من اللي هو اي لما نيجي نتكلم نتعرض للمشكله انه لا لسه التحكيم بخير. احنا ما اختلفناش انه في حكام جيدين، لكن لازم نعترف انه التحكيم المصري بيمر بوعكه، ودي سبب ان هو الانديه افتقدت الثقه في التحكيم المصري. اتمنى يعني نتمنى ان شاء الله انه يعاد الثقه اليه، ومن غير ما احنا ندعمه كاعلام هيبقى في مشكله كبيره. خلي بالك بالنسبه للتحكيم. والله كابتن انا بيصعب عليا الحكام الجيدين بيدوروا ماتشات بشكل جيد وبنلقى عليهم هجوم كبير واخطاء اللي ما بتبقاش مؤثره، لكن خلاص يعني للاسف الشديد هو كان زي ما بقول لك. يعني حضرتك اتكلم معاك عن نقول لك شويه موضوع الزمالك والتهديد بالانسحاب بالظبط من الدوري الاسماعيلي دلوقتي المصري، بس المصري لاسباب اخرى بيهدد من الانسحاب من اللجنه السباعيه لاسباب اخرى. ليه بقى؟ لان هو بيعترض على انه نسب التوزيع، بيقول نسب التوزيع غير عادله، وان اللجنه السباعيه بتخدم مصالح الاهلي والزمالك فقط. طب ما يقعدوا تاني كلهم مع بعض. المشكله يا كابتن انه مفيش حد بيقعد. يعني احنا دلوقتي شايفين نادي الزمالك لغه الحوار نفس دلوقتي نادي الزمالك بيطالب ان هو بيقول لك لا النسب غير عادله الاهلي، وبيدعو انديه الدوري خاصه ان هو الانديه غير ممثله في اللجنه السباعيه لاجتماع في النادي لسحب الثقه من اللجنه السباعيه. هم مش محتاجين. هم انا عايز اقول لك يا استاذ بليغ في الجزئيه دي هو اتحاد الكوره، وانا اتكلمت مع الكابتن سمير قلت له ادعوا 16 نادي وحطوا 3 ستيتمنت، يعني 3 تصورات مثلا يعني صح. عشان على فكره لما هيتلموا 16 نادي كل واحد هيقول حاجه شكل ومش هيوصلوا لحاجه. تمام. فهات ناس خبراء حط 3 وما تجيبهمش من دماغك ال3 تصورات، هات حاجه من انجلترا حاجه من ايطاليا اللي هو الناس اللي سبقونا طبعا، واجمع ال 16 نادي ويقعدوا ويتعرض عليهم ال3 الستيتمنت دي
وما يختاروا اذا كان في هم كلهم مجتمعين او اغلبيتهم على تصحيحه هنا تصحيحه ماشي، وخد وراء. وعايز اقول لك حاجه، نادي الاهلي هيبقى في منتهى الرقي في التعامل في هذا الامر، ونادي الزمالك لازم يبقى زيه في منتهى الرقي او هو نفسه في منتهى الرقي وشرحه والدنيا تمشي. لكن مساله انه ده يتمسك برايه وده يتمسك برايه ده مش حلو. واحنا كابتن نفتقد سياسه الحوار، ده مهم جدا. نفتقد سياسه الحوار. احنا كابتن شايفين حواراتنا من خلال تواصل اتحاد الكوره بالانديه من خلال المعارك على صفحات الجرايد وعلى شاشات الفضائيات. لكن تواصل هات لي مسؤول مثلا فيه بيبقى اتصالات مباشره قليله جدا وبتم بشكل شخصي مش بشكل مؤسسي. لا لازم تبقى بشكل مؤسسي، ودي بالذات مهمه جدا. لان دلوقتي يا كابتن كل نادي كل حاجه يعني ماشي في اتجاه. يعني كل ماشي في اتجاه، وده كل واحد بيبحث عن مصالحه الشخصيه. والله يعني احنا ممكن نرتقي عن ده. يعني انت كنت بتتكلم على الاهلي مثلا، النهارده الاهلي ما شاء الله ربنا كرمه وعمل حق رعايه ما فيش اجمل من كده، ولسه في قناه بتاعته ما اتسوقتش، ولسه حق او اتنين لسه ما اتسوقوش. خزنته بفضل الله جيده، مش هيقف قدام رغبه كل الانديه. كان الفرق 2 ولا 3 مليون جنيه، كلام فارغ كله. يعني تيجي تحسبها كلام فاضي كلها، بحيث ان احنا نرضي الجميع. ليه لا؟ ليه ما نرضيش الجميع؟ والله يا كابتن انا عندي تصور يعني هو ان هو انت بتطبق باثر رجعي. انا اتوافق مع وجهه نظر الزمالك في ان هو التطبيق باثر رجعي، يعني ده غير مجدي، لانه الاهلي يعني عنده زي ما انت قلت حق رعايه بمسؤولين وبيجيدوا تسويقه بشكل جيد بالظبط كده، وبيعرفوا عكس للاسف الاداره المحترفه الموجوده في الاهلي مش موجوده في الانديه الثانيه. فاتمنى انه النادي الاهلي يتنازل عن جزئيه ان هو التطبيق باثر رجعي باتفاق 16 نادي. اكيد يا كابتن. احنا قلنا سياسه الحوار والتواصل من خلال عامل المؤسسه كابتن، مش ان هو اعداد مجالس العرب واعداد الحلول الودي وتقريب وجهات النظر على اسس خاطئه. ونقيم اداره الاهلي اداره عظيمه. انت تسيب وانا اسيب، احنا ما اختلفناش على ان الاداره الاهلي محترفه، لكن يا كابتن لازم يبقى فيه توزيع عادل. انا ضد ان هو يبقى فيه توزيع من الخبرات الاجنبيه. طبعا نستفاد من الخبرات الاجنبيه. يعني انت النهارده مثلا لو جيت الانجليزي بيعمل ايه؟ 50% ما بين الناس كلها بالتساوي. خلاص. وبعدين 25% اول ثاني ثالث رابع، طلع نسب ادي الاول حق طبعا، والثاني والثالث رابع. انا شايف يا كابتن احسن جزئيه ان هو اللي هو انت العامل التحفيزي بس في المواسم المقبله ما حدش يختلف عليه، انك انت تحفزني يبقى ليه هدف انافس على المركز الاول، ما كانش الاول يبقى الثاني. بتتكلم على التاريخ؟ لا على اللي جاي ان هو لا يعني انا بتكلم النهارده انت في نهايه الموسم يا استاذ بليغ 50% من الحصيله كلها دي بتتوزع بالتساوي بين 16 فريق. تمام. وبعدين هيتفضل عندك 25 و25. تمام. 25 الاولانيه دي هتحطها اول ثاني ثالث رابع عشان بيؤهل لبطولات. انا متفق معاك يا كابتن ان هو اللي يتم تطبيقه، يعني احد الانظمه اللي مقترحه يتم تطبيقها من السنوات اللي من الموسم الجاي على طول. يعني هو التقسيمه اللي موجوده دي انا مش مقتنع بيها. وبعدين 25% الاخيره بنسبه الاذاعه. يعني انا واخد ال 30 مباراه، ال 15 او ال 30 مباراه بتوع الاهلي بقى عنده هو 30 نقطه، الزمالك واخد 30 نقطه، الاسماعيلي هل باخد كل مبارياته؟ لا، ممكن اخد 20 من 30. طب لو رحنا طلع الجيش باخد ماتشين او 4 ماتشات، يعني بنسبه الاذاعه. وده انجلترا عامله كده مثلا. مدحت انه اغلب وجهات النظر لما بتناقش على كل واحده على حده تلاقيها بتصب في خانه واحده، لكن هو ما فيش حد مجتمع على انه الناس تقعد وتتكلم. لو الناس قعدت يا كابتن واتكلمت هيتم التوصل لحلول جميله. ده مهم. لكن للاسف الشديد في اللي بيحصل مثلا نادي الزمالك بيتهم اتحاد الكوره ان هو منحاز للاهلي، اتحاد الكوره بينظر ان انا اكتر نادي حققت بطولات. لا مفيش، فما فيش حد. لو تم الاجتماع على ترابيزه واحده كل الاطراف هيتم بتوالي التوصل حل افضل من الحلول. وده هيحصل. وانا اتصلت بالكابتن سمير لما بنحب نقترح، بحب اخدم على الاقتراح. اتصلت بالكابتن سمير طلبت منه ده، قال لي طب لو احنا بعتنا 3 ستيتمنت لكل الانديه يدرسوها وبعدين نقعد. قلت له ماله؟ ابعت عشان كل نادي يدرس ال3 مقترحات بتوعك، وبعدين بعد اسبوع من الدراسه اجمع الناس كلها وتعالوا ايه رايكم يا جماعه، ونقعد بروح حلوه، بروح الجماعه، بروح ان احنا دوري ده 16 نادي بيلعبوا مع بعض، محدش بيلعب لوحده. تمام. انا عاوز اكلمك في جزئيه ثانيه يا كابتن، هو سحب الثقه. يعني انت وصلتني للحته دي. هل يا كابتن لو في تواصل انه الكابتن سمير ما انتظرش يعني لحد الوقت ما اتاخر ويبدا يفكر ان هو يدعو او يستجيب للاقتراحات دي؟ اكيد انت طرحتها اكتر من مره في برامج ليك اكتر من مره، يعني انا سمعتها من حضرتك في الاول اكتر من مره من وقت سابق. فليه ما تمش الاستجابه اكتر؟ يعني لازم انا دلوقتي انديه تهدد بسحب ثقه عشان ابدا افكر اعمل ايه؟
ليه دلوقتي انا مثلا ببدا لا اشتغل على النادي ده، اشتغل على النادي ده، افتت جبهه المعارضه. حتى يا كابتن لو اتكلمنا على جبهه المعارضه للاسف الشديد مش موحده. يعني اللي حصل في الانديه اللي بعتت الطلبات منهم 18 نادي قايلين سحب الثقه لاسباب، لمناقشه اتحاد الكره في اسباب معينه ما ذكرهاش ايه. نعم. اللي هو لصاحب الثقه يشترط انك انت تحدد السبب وتحدد فتره زمنيه معينه. يعني المفروض ان الانديه هو مش عارف هو مش عارف عايز فمش محدد. هو يعني انا متضامن دايما وخلاص، حتى بس هو مش عارف ليه. انا شايف انه لا يا كابتن مش تضامن، هي بس حتى برضه نفس الاسلوب حتى العشاء من الانديه. نعم. انا مثلا من الانديه المعارضه بكلم فلان والله انا معاك، بيجي بيكلموا كابتن سمير زي والله ده انا بس كان محرج بتاع، وفي 7 انديه قدموا بطلبات وسحبوا. انت دلوقتي الناس بتعلق شماعتها على انه المجلس القومي رافض ان هو يدعو الجمعيه العموميه. نعم. طب انت دلوقتي المجلس القومي طلب ورقه او خطابات، مش يعني الخطابات مش لازم تبقى فوره واحده، بس فتره زمنيه وسبب محدد، وال40 نادي وتتعمل للجمعيه العموميه. تمام. هل انت جبهه المعارضه انت بتقول ليه انت مخلي شماعه المجلس، ليه انت مش ما عاملش اجتماع وداع وجايب الانديه دي مره ثانيه تمضي؟ بلاش المجلس القومي خالص، انت عندك نص في لائحه النظام الاساسي اللي هي اقرتها الجمعيه لاتحاد الكره يتيح للانديه المعارضه في حاله اكتمال نصاب القانون ان تدعو للجمعيه العموميه دون الحاجه العوده اذا اتحاد الكره ما استجابش. اللي هي الخطوه الثانيه. اذا لم يستجب اتحاد الكره، ما هو اذا لم يستجب اتحاد الكره الجهه الاداريه هي اللي تدعو او الانديه نفسها مزبوط. من حقها تدعو. فليه انت مخلي شماعه؟ انت راجل جبهه معارضه وشكلت جبهه معارضه، لازم انت يبقى لك راي. نعم. انا بتفق معاك. ايه تاني تحب كنت انت عايز تتكلم في موضوع طبعا يا كابتن 8 سنوات اللي هو تم طرحه. المجلس القومي للرياضه دعا لمؤتمر تحت مسمى تفعيل دور الجمعيات العموميه. نعم. كان في طبعا يا كابتن كل البنود اللي هي الناس تم مناقشتها، يعني الناس تناستها وركزت على بند واحد اللي هو بند اللي هو 8 سنين. نعم. لانه بيتعلق بالمصالح الشخصيه اكثر منه بيتعلق بالصالح العام. نعم. افراد هو تواجد افراد. الجزئيه الثانيه اللي هو عوده منصب الشباب، عوده نائب الرئيس. الناس هو كان اللي هو العتاب على المجلس القومي للرياضه ان انت اللي قمت باستبعاد المناصب دي، فانت نعم. بترجعها ازاي؟ طبعا انا برضو بلوم على المجلس القومي لان هو فتح ملف اللي هو التعديل لوائح الانديه، بس ما ركزش على الجزئيات الاساسيه يا كابتن. نعم. يعني كان في الاستثمار الرياضي، التنميه الرياضيه، ازاي انت تحول الانديه لانديه تدار دخل، بدل ما احنا مفهوم اللي هو دلوقتي احنا بنتعامل مع انديه مفهوم اللي هو لا احنا عاوزين نتحول بالرياضه خاصه كره القدم الى استثمار يدار دخل زي ما بيحصل في كل دول العالم. نعم. ده فيما يعوقه في القانون. للاسف الشديد المجلس القومي ما ركزش على الجزئيه دي، وركز يعني طرق الناس فكره اللي هو التركيز على ال8 سنين. انا شايف ان هو يعني حتى ان هو ممكن الباشمهندس حسن صقر يعني ممكن يكون مجد شخصي ان هو قدر ينجح ان هو بقى طاح بأباطرة اللي كانوا موجودين في اللجنه الاولمبيه والاتحادات في وقت سابق ببند ال8 سنين. انت رايك ايه؟ انا رايي يا كابتن زي ما قلت لك ان هو موضوع ال8 سنين الجمعيات العموميه لا تحتاج وصي عليها. يعني تسيبها فور ايفر يعني. لا تحتاج يعني رئيس النادي يفضل العمر كله. لا تحتاج وصي عليها. طب ما يخلي رئيس الجمهوريه طول العمر. لا تحتاج وصي عليها. لا اديني كابتن كمل. الجمعيه العموميه تحتاج وصي عليها. مين اللي يقر؟ الجمعيات العموميه. انا بعتب على المجلس القومي. طب ما تسيب المصريين يقروا ان رئيس الجمهوريه يفضل طول العمر. اديني فرصه. انا بعتب على لا انا بعتب في المؤتمر ان هو لم يستعين بافراد من الجمعيات العموميه. تم قصر. طب واللي قالوا 8 سنين بس دول استعانوا بالشعب؟ تم قصر على طبعا يا كابتن. يعني في انت استفتاء عام يا كابتن ان هو رافض ان هو فتره ال8 سنين تبقى فتره. طيب انت عايز تجيب الجمعيات العموميه لانديه مصر كلها؟ دلوقتي يا كابتن كان في ورش عمل. احنا ما نعرفش مين اللي هي الناس اللي هي تم دعوتها ومناقشتها في ورش العمل. يعني النادي الاهلي بيقول لك انا كل نادي الاهلي بثقه لدي لم اعرض وجهه نظر الا بدقيقه ونص. طب ما رحتش ليه ورش العمل؟ قال لك ما حدش داعين. انا كنت اتمنى يا كابتن انه المجلس القومي يستعين بمجموعه اكبر من الجمعيات العموميه للاستماع الى وجهه نظر. سواء موافقه على ال8 سنين او رفض ال8 سنين. انا معلوماتي ان هم ناقشوا الموضوع ده على سكيل كبير. هات كابتن انت حدد لي اشخاص او يعني مش هتكلم عن اشخاص، انديه معينه تم توجيه لها الدعوه، مين هم اللي تم مناقشتهم في ورش العمل؟ انا راجل بغطي النقطه المجلس القومي للرياضه ما اعرفش مين هي الشخصيات اللي تم دعوتها. بس عايز اقول لك حاجه يا استاذ بليغ، دلوقتي انا عشان ادعو رئيس نادي هيقول لي انا عايز اقعد العمر كله. يعني النهارده لما اجي اعمل ورش عمل لو جبت رؤساء انديه
مفيش رئيس نادي هيقول حددوا لي ال8 ممثلين يا سنين كابتن، ممثلين. لا، ما انت عندك من الجمعيات حسين- العموميه، انت عندك اشخاص عاديين ممثلين. انا عاوز ممثلين. انت عندك حسين صبور في نادي الصيد، اعلن الراجل ان هو مش هتواجد. انا مش ضد عشان هو ممكن زهق. لكن في ناس مش عايزه تمشي. انت كابتن، انا مش ضد تطبيق بند ال8 سنين. انت مش عايز لكن تجدد الدماء. اعطاء الحق لاصحابه، اللي هو يقول الجمعيه العموميه. انت تعرف يا كابتن ان هو في دلوقتي النهارده كان في اجتماع اللجنه القانونيه اللي هيتم برئاسه المستشار عادل عبد الباقي، واعتذر عنها حتى المستشار محمود صالح. نعم. اللي هو الراجل عضو في النادي الاهلي، يمكن لاسباب خاصه بيه. كان في من ضمن الحاجات اللي اقترح انه يتم تطبيق بند ال8 سنين على الرئيس فقط، وما يتم تطبيقه على الاعضاء. تم تروح للنقش. قالوا ده البعض تم تفسير كده ان هو ده محاوله تفتيت النادي الاهلي. الخطيب يزعل، حسن حمدي ينبسط. لا مش حسن، لا ده الخطيب اللي هينبسط، حسن حمدي الخطيب هينبسط وحسن حمدي هيزعل. الخطيب كده ضمن انه هيقعد هو الرئيس والكابتن حسن يبقى كفايه كده. انا اتمنى يا كابتن ان هو لو هيتم تطبيق بند 8 سنين لا يتم الاستعجال فيه، يتم دعوه ممثلين بشكل عشوائي. مش جايين تبع الرئيس. لا 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 لا، اشخاص اللي زي كده يبقى يتم دعوتهم ليه لو اقروا ال8 سنين. وانا اعتقد ان هو في الاتجاه العام. الناس دلوقتي مهيئه خلاص، رفضت ان هو السلطه المطلقه والاستمرار زي كده، بس يبقى انت القرار. ايوه، قوته دي مهمه. رفضوا السلطه المطلقه. قوته مستمده مننا يا كابتن، من الجمعيات العموميه. زي ما احنا في ثورتنا قوتنا استمدت من الشباب اللي هو المصري اللي هو واقف وجاهد في ميدان التحرير. طيب، بصرف النظر عن اللي انت قلته ده كله، انت شخصيا كبليغ ابو عايد، انت مع الاستمرار فوريفر ولا مع 8 سنين وندي فرص اخرى؟ انت شخصيا. انا شخصيا طبعا يا كابتن بفضل ان هو تطبيق بند ال8 سنين. اوكي. لكن تعقيبا يا كابتن ااكد ان هو ده رايي شخصي، زي راي المهندس حسن. لوجيك. شخصي زي ما رايك شخصي. يتم الاستعانه اصحاب الحق الاصيل للتعبير عنهم هو الجمعيات العموميه. وانا كنت اتمنى اقتراح تاني. غلاوتك اللي هيجوا من الجمعيه العموميه دولت يا اما اذا كنا هنتكلم عن النادي الاهلي بيحبوا الكابتن حسن هيقولوا لا ابعد. طب هو دلوقتي لو الاهلي دعت لو الاهلي دعا الجمعيه عموميه طارئه يا كابتن ورفضت بقيه الانديه يدعوا جمعيات عموميه في كل الانديه، يبقى نخليها بقى يبقى لائحه موحده. يبقى ما فيش لائحه موحده، يبقى لائحه. ما انا بقول لك هتبقى لائحه زي كده. لا ما ينفعش. هنا اولي الامر لما من خلال استقراء خبراء وكذا 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 يعقلوها. النهارده انت يا اما عايز تعملها مفتوحه، اعمل اتحادات رياضيه كمان مفتوحه. ما هو ده عنده جمعيه عموميه وده عنده جمعيه عموميه، اشمعنى ده؟ في الاتحادات الرياضيه، ما هو اتحاد الكوره استقل بلائحه مستقله. مفيش لائحه، هو 8 سنين زي غيره. لا استقل بلائحه مش لا بند امور اخرى مالهاش امور اخرى. لكن الامور الرئيسيه 8 سنين زي غيره. مفترض يا كابتن انا من وجهه نظري حتى في الاتحادات الجمعيات العموميه هي اللي تقر اللوائح المنظمه. ما بيحصلش، والا هيبقى الكابتن سمير زاهر يقعد العمر كله والثاني والثالث وهكذا. احنا عندنا الفكر بعد الثوره بتهيألي بدا يتغير. خلاص الناس ان هو السلطه المطلقه لاشخاص هو ده الكلام. وتقديس الرئيس وتقديس مجلس الاداره واعتباره ان هو الشخص وهو اللي استمر وهو ما هوش غير الافضل. بالزبط. اعتقد ان ده كابتن وجهه النظر دي تم استبعاد. ما حدش كان يتوقع انه الشاب المصري يخرج في الشارع ويعبر عن رايه. اعتقد ان هو دلوقتي النادي او الجمعيه العموميه، الاعضاء الموجودين في الجمعيه العموميه هيقولوا لا يا كابتن. هم اللي هيقولوا لا للاستمرار للمده الطويله، والسلطه المطلقه هم اللي هيطالبوا بتطبيق التنازل. لكن انت متفق على ده. طيب قبل ما نخش في صحافه الغد بقى، خلينا ناخد النهارده ما حييتش اصدقائي اطلاقا، وعندي طبعا كالعاده وانا بعتذر لهم جدا النهارده. مساء النور يا كابتن، ان شاء الله الدوري للاهلي متى سيعود الدوري؟ يمنى حسن من دمياط. دوري ان شاء الله بعد التوقف ده على طول اسبوع، يعني مباراه المنتخب. مباراه المنتخب ان شاء الله بتاعت الاولمبيه دي يوم 18. بعديها على طول الدوري هيشتغل ان شاء الله. شلبي لبسك الله ثياب العفو والعافيه. عمر الجهلان ابو اليزيد جرجه، اشكرك يا حبيبي. البلطجيه انتشروا من كتر تساهيلي وكل حاجه ضاعت، مش باقي غير هلاهيلي. يا مصر يلا قومي شيلي شيلي، انت الدفى كله حبك هو اللي باقي لي. ده شاعرنا سيد سلام من فقوس. جميل. شلبيكه مدينه القريات بتموت في رموش عينيك. طيب مهندس ابو ادهم، اشكرك يا ابو ادهم. ناخد من هنا. يا ريت تقول لي يا شلبي امتى هيحاكموا مبارك والناس اللي معاه زي امين الشرطه اللي خد حكم في ثانيه؟ ده حسين ابراهيم ابو ختيرش عرب النعام.
امام القاضي الطبيعي يا حسين. يا كابتن شلبي، ايهما اجمل، رقصه اوباما ولا شيكابالا ولا عز على الطبله؟ ده عمر التيت اسم الدير. ايه رايك انت بليغ؟ هو والله يا كابتن اللي هو رقص احنا عرفنا نهايته ايه. طيب. مساء الانوار يا شلباله، ان شاء الله الزمالك ياخد الدوري وميدو يبقى اللاعب الوحيد اللي خد 2 دوري في موسم واحد على اساس اياكس يعني. ازيك يا كابتن شلبوكه ومحمد زيدان وعبد ربه رايحين الدوري السعودي، ده دوسو كفر الشيخ، عندك معلومه؟ لا، هو كابتن حسني عبد ربه نفى ان هو يقوم بدور الوساطه بالنسبه للانتقال من السعوديه. هو في انديه عروض اخرى، يعني كان في عروض من الامارات، وفي عروض اخرى اعتقد ان هو ممكن يعني عرض خليجي، بس ما اعتقدش انه السعوديه. كابتن مدحت، اللي عاملين بالسياحه جالنا قرحه فراش من كتر النوم وانا واحد منهم. صلاح وادي اسماعيليه، هتفرج يا صلاح ان شاء الله، والله هتفرج باذن الله. يا شلبي، البهوات بتوع الاسماعيلي بيتكلموا على ايه ويقولوا هننسحب من الدوري؟ والله انا شايف الحكم ادى مباراه من احسن مبارياته. الاسماعيلي مش ملك اداره ولا اشخاص. عمرو البياض من المنيا، عندك كل الحق. كابتن شلبي، ارجو من سيادتك ان تعيد لقطه القطه الميته والفها الذي يبكي عليها، لعل البني ادمين يتعلموا منها معنى الوفاء. صلاح سبيع، اسوان، كومومبو، قريه اقليت. كنت جايب لقطه امبارح شفتها؟ جميل. بشوفها يا محمد، لو جاهزه ابعتها لنا. التقرير برضو بتاع الاسماعيليه كان جميل امبارح. بتاع الاسماعيليه جميل. قطعوني. قلت لهم ما تشيلش كلمه، سيب الناس تقول براحتها خالص خالص. لا يا كابتن، اذكر لك موقف. كنت انت هنا ذكرت خبر، او احد الاشخاص يعني كان عقب على خبر كنت انا كاتبه، فحضرتك قبت عليه، فانا اتصلت بيك وعاتبتك يعني، فحضرتك بكل يعني روح طيبه اتصلت تاني يوم بيه واعتذرت على الهوا. يعني ده نادر لو حد يتكلم، حد يعبر بالاسلوب اللي انت بتتعامل بيه. لا ازاي، لا ازاي. لن ينصلح حال كرة القدم في مصر إلا إذا انصلح حال الإعلام الرياضي، عندك كل حق. يونس بغيضة، دمياط طبعا. ناخد من هنا كده عشان ما خدش حاجة النهاردة خالص. بيسألوني أنت تعشقه، قلت أعشقه بجنون، وأين هو؟ قلت في القلب وبين الجفون، وما اسمه؟ قلت وهو مين سواء يستحق العشق غير الزمالك؟ عماد البخشوانجي، أسوان. عماد ده أنا بيجي لي منه رسائل زملكاوي ملوش حل، ملوش حل. كابتن مدحت، بما ان الدوله نفسها طويل خلي حد ينزل يشوف تامر، ده كلام عوض عرف الثوره الربع دهليه اللي هو وقع في النيل ده، اللي هو مجموعه يا عيني بتوع الجماعه بتوع السلام اللي قدام التلفزيون، قال لك مش هنمشي غير ما تجيبوا لنا تامر. طب نزل تامر الميه وغير رحمه الله عليه، وطبعا الله يكون في عون اهله، بس لازم الدنيا تمشي يا جماعه. هو كابتن ده يرجعنا لظاهره المطالب الفئويه للاسف الشديد. بالظبط. يعني بدات تاثر على حاله البلد والسير العام ومظهر والنهضه ومظهرنا والشكل الحضاري والسياحه. بالظبط. انا وسام من اسكندريه، من اشد المعجبين بيك، واقع في ورطه تكاد تقضي على مستقبلي نهائيا، ارجو التواصل معي. حاضر يعني ان شاء الله انا هاخد رقم الكود واعرف نمرتك واكلمك باذن الله. شلبي سلم لي على محمد نصر، ده احمد علي من الشرابيه، وصل. كابتن مدحت، اوباما هو بيرقص كده ممكن يحترف في النوبه في اسوان. محمد عبد الحميد، طمي فيوم، مساكن حفر الباطن. اجري كده اخد من تحت شويه عشان يبقى اخد كمان 3 رسائل. مثلا يا كابتن مدحت، البطاله والاميه ورفع الاجور والتعليم المتطور هو بناء مصر المستقبل. عمرو الاهلاوي، طبعا كل الحق عندك. يا شلبينا، ما هو سر لون هذه الكرافته؟ هل لون فانيلة الفريق هتبقى نفس الشكل ام اسم الفريق هو مودرن شلبينا؟ سيد دسوقي لاعب احتياطي، انا عندي اسلام ابن اختي نفسه يلعب معانا، كلموا رجب جنبر هو الكوتش بتاعنا كلنا. كمان رسالتين كده. الناس كلها عماله تتكلم على لقطه القطه بتاعت امبارح دي. حاضر، يلا ورينا لقطه القطه يا محمد، يلا.
نقدرش نقول غير سبحان الله يا كابتن، يعني سبحان الله. سبحان الله سبحان فعلا الله. يعني سبحان الله. في حاجات كده بتبقى يعني انت بتتعلم من ابسط حاجه قوي. وكان بدايه الكون انه قابيل وهابيل في الحادث بتاعهم تعلموا من حيوانات، فسبحان الله يعني ممكن يكون ربنا اسباب كده عشان الناس تاخد منها العزم. صحيح. نبدا صحافه الغد. يلا الخبر الاول. احنا عندنا كابتن خبر مهم جدا في الصفحه الاولى في جريده الاهرام. ضابط اسرائيلي شارك في الثوره الواقعه بين الجيش والشعب. بالظبط كده. يعني القبض على إليان تشيم جابريل ومواجهته بصور له في المساجد للتحريض على الشغب والتخريب. الجاسوس حاول تجنيد بعض الأشخاص، نشر الفوضى والانفلات الأمني. المتهم شارك في حرب لبنان 2006 وأصيب خلالها. ده يا كابتن يعني الخبر ده لازم كلنا نقف قدامه كتير، يعني عمره ما يعدي، لا ده احنا نقف قدامه مره واثنين وثلاثه وعشرة. مظبوط. لانه ده كابتن مش ضابط اسرائيلي بس، ده فيه لسه البقيتات، لان هي شبكه تجسس. دليل يا كابتن على انه احنا مستهدفين. الشعب المصري كان يقول لك استهدافه دايما عن طريق الشباب، وانك انت الشعب بتبقى مغيب وغير متواجد وغير ملم بالاحداث، ومحدش كان يعني راهن على الشباب. لكن الكل خسر الرهان، والشباب المصري والقام بالثوره. ده ازعج ناس كتير يا كابتن. أيوة. لان هو بدايه الثوره الحقيقيه للشباب ده، لان هي هتبقى نهضه الحقيقه الفظيعه. فالكثير رفض ان هو يحصل نهضه زي. فشايفين يا كابتن زي للاسف الشديد الضابط الاسرائيلي ده شارك في الثوره. لو تتبعنا خط سيره يا كابتن، شارك في احداث امبابه، ظهر في امبابه، ظهر في موضوع اطفيح، ظهر في التحرير، ظهر في جامعه. فالناس دي عمل مخطط. يعني انت في الاحداث اللي هي بتضرب الثوره يا كابتن زي شفناها جميله ازاي، المسلم بيصلي والقبط واقف بيحميه. ده كان قمه التلاحم. الامر ده ازعج ناس كتير. فلو نشوف يا كابتن تتبع ليها، اكرر تاني، في امبابه، في اطفيح، في التحرير، الناس دي يا كابتن بتخطط لانها ازاي تضرب الثوره دي، ازاي تخلي الفوضى تستمر. الناس دلوقتي كله كابتن بيقول الشعب والجيش ايد واحده. الشعار ده الناس بتحاول تفتته، واحنا شفنا اكتر من مره المحاولات، لكن الحمد لله الشعب المصري كان واعي وقدر يثبت انه الشعب والجيش هيستمر في وحده. كلمه الوحده الطائفيه اتمنى يا كابتن انها تختفي، لان احنا شايفين دلوقتي ان احنا مستهدفين. لازم يا كابتن، لازم كلنا نتكتل حوالين هدف واحد، نهضه مصر واعاده بنائها. الهدف الاساسي يا كابتن ده. وبعد كده يعني احنا دلوقتي الناس بتقول لك كل فئه وكل تيار بيدور على، يعني مفيش خطه. لو احنا خلينا كابتن تطوير مصر ونهوضها ده هدفنا الاساسي يا كابتن، هنقدر نجتاز كل الازمات اللي احنا بنمر بيها. واحنا بيتهيألي ان احنا قادرين على كده يا كابتن قوي. لان احنا خلاص الناس زي ما بيقولوا الاغلبيه الصامته ملت يا كابتن من اللي بتشوفه باللي يحصل. مظاهرات فئويه، مطالب، يعني هي مطالب مشروع بس مش وقتها. أيوة. خلاص انت لازم تدور عجله التنميه عشان الناس تشتغل، عشان الحياه تعود. احنا مستهدفين لو استمر الوضع كده. نتمنى الا يحدث، لانه البعض المحاولات تستمر، لان دي مش ضابط اسرائيلي واحد، دي شبكه تجسس وهتقع منها عناصر جايه. لازم يا كابتن نفوق لنفسنا ونبدا اعاده بناء بلدنا والنهضه، لانه زي ما جت في الرساله النهضه هتقوم على العلم، هتقوم على التركيز. اتمنى ان احنا نفوق لنفسنا ونبدا نركز في الامور دي عشان تقدر مصر ترجع افضل وافضل بكتير من الاول. اللي بعده خبر كان يعني اعتقد انه هو برضه يهم كل الناس. مكتب مكافحه جرائم الاحتلال الانجليزي يكشف. آل مبارك اخفوا اصول ممتلكاتهم قبل التنسع بساعات. جمال نقل ملكيته لمبنى ويلتون بالاس بجوار حديقه هايد بارك الى عمان. مكتب مكافحه جرائم الاحتلال ده كابتن تابع للمخابرات الانجليزي، وهو هيئه تحقيق في القضايا الاموال اللي هي تزيد عن مليون استرليني. نعم. اتمنى يا كابتن ان هو يعني احنا ما شاء الله جهاز كسب غير المشروع والنائب العام بيشتغلوا شغل جامد. اتمنى انه عدم استعجالهم، الناس تصبر عليهم وتديهم وقتهم عشان اظهار الحقائق بالمستندات وكل حاجه. ان في ناس شغاله وفي ناس بتشتغل شغل جامد. العمليه مش سهله، العمليه مش بسيطه زي ما احنا شايفين. انه ازاي بيحصل التلاعب. يعني مكتب مكافحه جرائم الاحتيال ده اثبت ازاي انه في عمليات بتتم بطريقه غير شرعيه. فالامور هتحتاج وقت، فالناس تصبر لانه وتثق في القضاء المصري لانه هو اللي هيجيب الحق. كل انسان اخطا في حق هذه البلد سوف ينال عقابه، ولكن الصبر يا كابتن لانه كل الخطوات بتتم في وقتها. اتفق معاك 100%. الشروق. انتقل معاك للرياضه يا كابتن في جريده الشروق.
جماهير الاسماعيلي جماهير الاسماعيلي تنقلب على مجلس ابو الحسن وترفض الانسحاب من الدوري، وده اكبر دليل شفناه في الرسائل اللي جايه يا كابتن. صحيح. جماهير الاسماعيلي لو نتعقب الاسابيع اللي فاتت دي يا كابتن، كانت جمعه الغضب الاولى، جمعه الغضب الثاني، في ثوره غضب ضد مجلس الاداره. للاسف الشديد انه مجلس الاداره قال لك الانسحاب من الدوري، كان معتقد ان هو الناس هتتحول جماهير الاسماعيليه من الكلام عن اللي هو وجود التخبط الاداري في اخطاء في زي حسني عبد ربه وملف مع عدم في ملفات مهمه موجوده، عدم انهاء هيلهي الناس عن الحدث ده، والناس تركز في الالغاء والانسحاب، والناس لا. كان الشعب الاسماعيليه واعي كده جدا يا كابتن، فطن لانه الامور العمليه التهديد بالانسحاب ده مجرد كلام واستهلاك اعلامي. استهلاك، انا باكد وطلع الرئيس النادي قال لك الماتش الجاي على الاقل مش هنلعب. استهلاك اعلامي، هيلعبوا يا كابتن كل الماتشات، وجمهور الاسماعيلي رد اكبر رد على مجلس الاداره. انا عايز اقول لك يا بليغ، اللائحه اللي انا كنت قلتها بس هي حصل فيها تعديل، عشان كده انا بنتهز الفرصه عشان اقولها. مالناش دعوه بالاسماعيلي، بتكلم على لائحه الانسحاب بشكل عام. لو النادي انسحب في الدور الاول بتلغى كل نتائجه. خلاص؟ لو انسحب، بقول الاول نتائج وبعدين اقول الجزء ايه. لو انسحب اي نادي في الدور الاول تلغى كل نتائجه في المسابقه اللي هي كانت في الدور الاول يعني. لو انسحب في الدور الثاني تلغى نتائجه في الدور الثاني فقط لا غير، وتبقى نتائجه في الدور الاول بالنسبه للفرق الاخرى. تمام. هو هينسحب. طيب العقاب اذا انسحب مباراه واحده ما فيش غيرها، غير لو انسحب فوريفر. خلينا في انسحاب فوريفر. لو انسحب فوريفر على طول يعني السنه اللي بعديها يجمد نشاطه. خلاص؟ وبعدين بعد السنه دي يلعب في الدرجه الادنى، يلعب في القسم الرابع. رد حد من مسؤولين النادي الاسماعيلي قال لك ايه؟ قال لك ولا الكلام ده هيحصل، واللائحه ما بتتغير وتتغير. انا موافق، بس خلي بالك بقى، اخطر ما في هذا البند ان في اللائحه بتقول ايه؟ تجميد نشاط النادي السنه التاليه. معناها ايه التجميد؟ معناها كل اللعيبه المتعاقده بالحق لها الانتقال لاي نادي اخر. جيت انت حتى لو عدلت اللائحه يستطيع اي لاعب يلجا للاتحاد الدولي ياخد حقه بان انت مالكش عنده اي حاجه، ويمضي في اي نادي في اي حته جوه مصر او بره مصر. عشان كده اللي بيقول ده لازم يبقى دارس وقاري وفاهم قبل ما يتكلم. تصريحات انفعاليه ومزايده، ان كل شخص دلوقتي بيزايد، انه عضو مجلس اداره بيزايد على رئيس النادي، رئيس النادي بيزايد على نائب الرئيس، لان هو برضه للاسف الشديد بتحركه المصالح الشخصيه. زي ما قلت لك الاسماعيليه كابتن كلها وعت الامر بالزبط. ولم تنصاع. تهديد لكابتن الانضمام، انه دلوقتي الموجه ان هو اي حاجه الانسحاب من اللجنه السباعيه لانضمام الانديه المعارضه. احنا كابتن يعني حتى نتمنى في ثقافتنا في الجمعيه العموميه ان انت بتكون لسبب محدد ومقتنع يعني انت بيه. مش خلاص يعني انت واحد طرفين اثنين زعلوا من بعض خلاص انت في ناحيه وانا في ناحيه، لا لازم انت بتدعي لصاحب ليه؟ ليه يا كابتن السبب اللي انت داعي عليه؟ ليه؟ صحيح. الخبر الاخير من الجورنال بتاعك انت بقى، الخبر في المصري اليوم يا كابتن بيقول المصري يرفض الحكام الاجانب وينسحب من السباعيه ويهدد بعدم اذاعه مباراه الزمالك. برضه انا بقول لك ما فيش حد مش هيقدر يذاع المباريات لانه دي استحاله طبعا. طبعا ناخد الجزء الايجابي في الخبر ان هو النادي المصري بيرفض الحكام الاجانب. النادي المصري بيجدد ثقه في التحكيم المصري، بيقول لك التحكيم المصري بخير ويتمنى ان هو يدير طاقم التحكيم المصري، ده شيء ايجابي. نتمنى ان كل الانديه واحنا برضو كاعلام نساعد ان هو تجديد الثقه في الحكام، لكن نتمنى برضو يا كابتن ان الحكام يكونوا على قدر المسؤوليه، وان هو نبدا مرحله جديده مع بعض، بس هم يكونوا على قدر المسؤوليه ان المباريات المتبقيه من عمر الدوري ما فيهاش هزار. خلينا كابتن معلش انتهز الفرصه دي واتكلم من عند اقتراح هو ان كان صعب تطبيقه، لان انا النهارده سمعت تصريح الكابتن عامر حسين هو موضوع الجيش ان هو نهايه الدوري هتكون في يوم 11 وسفر المنتخب العسكري، فقال لك والله لسه احنا هنشوف. للاسف الشديد ما فيش تخطيط موجود، بيقول لك لسه هنشوف هنعمل ايه في الازمه هو سفر منتخب الجيش. كنت اتمنى يا كابتن هو ماتش الاهلي والزمالك الموجود في الجوله 27 شايفين الاحتقان موجود ازاي يا كابتن. لو اتلعب الماتش ده وحصلت اي مشاكل اخطاء تحكيميه يا كابتن هتحصل كارثه. اتمنى انه لو امكن ان هو يتم تاجيل الاسبوع الاخير، بحيث ممكن لو نادي مثلا حصل تعطل لاسباب مباراه خسر حاجه تهدى الناس، حتى لو كان نهايه الاسبوع مش هيبقى فيه كابتن يعني ثوره تاني بعد المباراه. نتمنى لو امكن، لانه الوضع ما يستحملش انه ماتش الاهلي والزمالك يتلعب في الجوله 27 يتلعب ولسه يبقى فيه 3 ماتشات. هو ده مطلب ناس كتير الحقيقه،
هو بس مرتبط باذا كان في نادي بينافس او لا. يعني النادي الاسماعيلي النهارده هل في هذا التوقيت هيكون باقي في المنافسه ولا بعيد عن المنافسه؟ هو النهارده ابتعد طبعا بقى بعدد كبير من النقاط، ب7 نقاط. هل الوضع والفارق ده هيستمر حتى الاسبوع ال27 ولا مش هيستمر؟ الله اعلم. اذا فضل الفارق كبير يبقى ان النادي الاسماعيلي خارج المنافسه ويبقى الامر مرهون بالاهلي والزمالك. ولكن في جميع الاحوال خلينا نقول طبعا المباراه دي حكام اجانب، ادي نمره 1. نمره 2، خلينا نؤكد باذن الله على وعي شباب مصر ان شاء الله وجمهور مصر، هم ما شاء الله يوم بعد يوم بيثبتوا لنا تطورهم في التفكير. حتى لو حصل شويه شتيمه وبتاع طول عمرها بتحصل، طبعا احنا لا نقرها، لكن السلوكيات بشكل عام في المدرجات مقبوله جدا 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 جدا. الفتره الاخيره بفضل الله مفيش حاجه زياده عن المألوف، باستثناء طبعا ال10 12 بتوع مباراه الاسماعيلي واتكلمنا فيهم مش هنعيد تاني. ان شاء الله اطمئن، تلعب 27 تلعب في نهايه الدوري ان شاء الله. نتمنى ان هو يعني الامور يعني ما نقدرش يعني ممكن تصل لصوره لا ان شاء الله مش هيحصل، ان شاء الله مش هيحصل. وعايز اقول لك حاجه ثانيه، ملعب برج العرب موجود. والله كابتن في يعني زي كده هو الجمهور هيوصل. معلش، بس برج العرب انت رحت ولا لا ما اعرفش. ده انت تلاقي نفسك قاعد في الدور العاشر. العمليه صعبه شويه يعني. استاذ بليغ ابو عيد شرفتونا. شرفني بيك. اشكرك شكرا جزيلا. شكرا كابتن. شكرا جزيلا. عصام عصران، مرزوق محمد، علاء البنا، النشطاء بسام ابو بكر، احمد عبد اللطيف، هيثم الدرديري، هاجر نصار، رئيس التحرير الاستاذ احمد اويس، دائم الابداع محمد نصر الدين. غدا بمشيئه الرحمن حلقه جديده من مساء الانوار. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.